احنا داخلين على عصور الفوضى المكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، مكتوب بالنص: ويكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ إنشاء أمة إلى ذلك الوقت. في ذلك الوقت ينجى كل من يوجد مكتوبا في السفر. لأن الأربع ممالك المسيطرين في الأرض اللي مكتوبين في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، هيجوا في وسط المنطقة اللي في الشرق الأوسط، في وسط الحرب المصغرة بين إسرائيل وفلسطين. والحرب دي هتتوسع وهتقسم العالم لوعيين حسب المكتوب عن الأربع ممالك اللي في كتاب النبي دانيال. الأربع ممالك دول فيهم مملكتين هكلمك عنهم: مملكة روسيا ومملكة أمريكا. المملكتين دول مكتوب عنهم هيعملوا إيه وعملوا إيه في الكتاب من 2600 سنة. بص بيقول لك: وإذ بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب. الدب ده روسيا، الكلام ده مكتوب في الصفحة رقم 7. وإذ بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جانب واحد وفي فمه 3 أضلع بين أسنانه. روسيا دخلت كلت أوكرانيا. 3 أضلع بين أسنانه هتاكل فنلندا والسويد، وكل الشرق الأوروبي يتحول لساحة حروب كبرى حسب المكتوب في الكتاب ده، لأن الكتاب ده صادق فيه شفرات يوم القيامة وأحداث يوم القيامة مكتوبة بالشفرة عشان الناس تفهمها وناس تستهزأ بيها. لأن الملاك جبرائيل أرسل للنبي دانيال وفتح عيونه على الرؤية علشان يوريه أحداث النهايات، أحداث آخر 7 سنين في الأرض. فوراه المملكتين دول اللي من 4 ممالك المكتوبين في الصفحة رقم 7. وخليك معايا، ركز معايا. بص بيقولك إيه. الحيوان بقى اللي بعده اللي هو المملكة الرابعة. احنا كده في التالتة اللي قلنا روسيا، خلاص نيجي لأمريكا بقى. بص أمريكا هتعمل إيه وعملت إيه. بيقول لك: وإذ بحيوان آخر قوي وشديد وهائل وله أسنان من حديد. قوي وشديد وهائل، أنت عارف الولايات المتحدة هي المسيطرة على العالم دلوقتي. وله أسنان من حديد معناها إن هي اللي بتصنع السلاح، بتصنع السفن الحربية من الحديد، بتصنع الطيارات من الحديد، بتصنع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بالحديد. فبتسيطر على البحر والأرض والجو بتشكيل الحديد. فبيقولك لها أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الباقي برجليه. الولايات المتحدة هتقوم تبذر حروب يوم القيامة في كل الأرض، وبها هتبطل المحرقة الدائمة. إيه بقى المحرقة الدائمة دي؟ نرجع لآخر السفر في الصفحة رقم 12. بيقولك: من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. المحرقة الدائمة دي صليب يسوع المسيح. بمجرد ما صليب يسوع المسيح يختفي عن عيون المسيحيين والعالم، هيظهر جيل اسمه جيل الارتداد العظيم، وهيبدأ من الغرب. جيل الارتداد العظيم، الناس هترتد عن الله ومش هتقدر تتوب، لأن باب الرحمة هيبتدي يتغلق. فأنت الحق نفسك وتوب سريعا قبل ما تخش في الحقبة دي. بمجرد ما نخش في الحقبة دي، العالم والزمان مش هيستمر 1290 يوم. 1290 يوم، 3 سنين ونص. العالم مش هيستمر لمدة 3 سنين ونص، لأن باب الرحمة هيتقفل. فبيقول لك: من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. الوقت قريب، احنا في الحقبة دي وداخلين عليها بعد كام يوم. لأن الحروب هتنتشر في الأرض، والشمس هتطفي، والقمر هيتحول لدم، وكل البحور هتعج، والهرم هيسقط، مش هيبقى فيه حجر على حجر، ونهر النيل هيجف من اول الاسكندرية لحد الفيوم، ونهر الفرات كله هيجف ويعد طريق الملوك الاتيين من مشرق الشمس. الصين اللي هم جوج ومأجوج، روسيا والصين، هيجوا عند جبال اسرائيل، وهيجوا قدامهم امريكا والاتحاد الاوروبي والغرب الجماعي، وهتكون الملحمة الكبرى، حرب نهاية التاريخ. الكلام ده كله شفته برؤية وجاي اخبرك بيها وادللك بيها من الكتب المقدسة. الكلام ده حقيقي، الكلام ده صدق. واصغر مؤمن بالله عارف ان احنا داخلين على نهايات العالم، لان الروح القدس وزع الكلام ووزع الخبر في وسط كل قلوب الناس. فانا ما بقولكش حاجة جديدة، انا بقولك حاجة انت عارفها. احنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل. مطلوب منك حاجة واحدة، مطلوب حاجة واحدة، ومن بساطتها ممكن ما تصدقهاش، تخيل، لكن صدقتها تنجى بيها. ادخل فلك نوح التاني. فلك نوح التاني هو يسوع المسيح. كل من يعترف بصليب يسوع المسيح بينول باسم غفران خطايا. هو ده الحمل المذبوح عن كل نسل إبراهيم، بدمه غفران خطايا كل الأشرار. هو جه عشان الأشرار مش عشان الأبرار. كل شخص بيعترف بدمه وبصليبه بيكتب اسمه في سفر الحياة. هو ده فلك نوح التاني، وكل اللي يخش فيه هينول باسمه غفران الخطايا. وأقلية هم اللي تبعوه، لأن اللي دخلوا فلك نوح الأول هم كانوا معدودين على الصوابع. لكن نوح لما شافوه بيبني في الفلك قعدوا يستهزئوا بيه لحد ما جه الطوفان وأخد الجميع.
فالوقت قريب. الساعة محدش يعرفها، ولا ملائكة السماوات ولا الشياطين ولا الناس، لأن ده سر حربي. لأن بمجرد ما الساعة تيجي المؤمنين بالله هيختطفوا من الأرض، والشياطين هيسقطوا من النجوم من السماء على الأرض، عالمين إن ليهم زمان قليلا بعد. فده سر حربي، المؤمنين بالله يطلعوا، الشياطين هيسقطوا. الوقت قريب. الحق قدم التوبة على دم يسوع المسيح عشان تنول باسم غفران الخطايا وتقوم معاه من الموت. هو قام من الموت، وكل من بيؤمن بيه بيقوم وراه من الموت. هو يهوى اسمه فتح طريق الموت، وكل من يؤمن بيه بيخرج وراه من الموت وبيكتب اسمه في سفر الحياة. الكلام ده مش كلامي، مكتوب في الإنجيل. لو عايز تصدق الإنجيل صدقه، مش عايز تصدق الإنجيل ما تصدقوش. بس كل اللي بيصدق الإنجيل ده بيكتب اسمه في سفر الحياة. أما كل اللي بينكر الإنجيل ده لن يكون له حياة، بل يمكث عليه غضب الله، حسب المكتوب في الإنجيل ده أيضا. إحنا سكان الأيام الأخيرة. استعدوا للقاء إلهكم.